تخيل ان مجرد فكرة ممكن تكون كنز، لكن لو بدون حماية هتبقى كارثة ضيعت عليك فرصة العمر. تخيل انك فجأة تلاقي فكرتك اللي اشتغلت عليها بدم قلبك سنين اتسرقت، واخرك انك تشوفها في ايد حد تاني بيكسب منها ملايين. انت مش عارف تاخد حقك. مفيش حاجة اصعب من كده، صح؟ تعالوا نكشف لكم السر اللي بيخلي ناس كتير تخسر تعبها، وهنعلمكم ازاي تحموا افكاركم من السرقة والضياع. اسمع كده الكلمة دي. الكلمة اللي هقولها دلوقتي ممكن تنقذ شغلك كله. الملكية الفكرية. أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه ملكية فكرية. ببساطة دي حقوقك القانونية اللي بتحمي أي فكرة أو اختراع أو حتى كتاب بتكتبه. وده مش كلام نظري، ده قانون موجود بيسندك. المادة 140 من قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002 بتقول لك إنك لو صاحب الفكرة ليك حق تحميها من أي سرقة أو تعدي. بس ثواني، في حاجات كتير ممكن تضيع تعبك، وهنا بقى تبدأ الكوابيس.